مثلا كان عمرو ماشي، دي كانت اخر حاجه ليه. فهو بعد ما اتضرب بالقلم احنا اتفاجئنا من رد فعل عمرو ليه. طبعا قبلها كان في كواليس الناس مش فاهماها، ان الكواليس دي ان الواد غلطان. انا من الناس اللي فرحت ان هو ضربه بالقلم ويستاهل انه يتضرب بالقلم بكل صراحه. فلما جه ناحيه عمرو دياب وضربه بالقلم، انا حتى نزلت قلت له انت كده ارتحت يعني انت كده تمام، وصلت نفسك لمرحله زي دي عشان ما تسمعش الكلام ومش عايز تسمع كلام الناس ومش عايز تسمع كلامنا، فامشي. راح نزل جري تاني رايح للباك ستيج عند مكان ما عمرو بيغير، جرينا وراه تاني. دي حاجات مش ما اتصورتش. الجي بصراحه في منتهى الذوق والادب، ومن اول الفرح بفرحان وبيرقص وبيغني وعادي جدا ومعهوش جردات. هو شكله مش طبيعي وبيخش على الناس بهمجيه مش طبيعيه. محمد رمضان، ابو هشيمه، احمد عز، دخل على الناس دي كلها بطريقه همجيه، في اللي اتصور وفي اللي ما اتصورش. اللي انا شفته انا كنت شاكك انه بيسرق، يعني انا لقيت ايده ماسكه الجاكيت، لان انا اول واحد بينهم شايف كل حاجه، لان ايده في الجاكيت في جيب الجاكيت بتاع عمرو. وانا اول رد فعل ليا مع اصحابي حتى قبل ما انا الموضوع يبقى راي عام كده، اول حاجه ركزت فيها يعني اتكلمت فيها، قلت الواد ده حرامي. يعني قلت هو ضربه عشان حس انه بيسرقه، ما هو ما حدش يدي قلم حد بالطريقه دي غير كده.